نيجي بقى لتحليل المتجهات. يعني ايه تحليل المتجهات؟ هو العملية العكسية لجمع المتجهات. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما اتفقنا ان انا عشان اجيب المتجه المحصلة ده انا بجمع قيمة التربيعية لده مع ده وبعدين بنجيب الجذر. احنا بنعمل ايه بقى؟ لا، احنا بقى بيجيب لنا المحصلة او المتجه المحصلة، احنا بنجزأه لده بالإضافة إلى ده عن طريق ايه؟ بيقول ان المفروض هنا بيكون زاوية. المتجه المحصلة بيعمل زاوية، الزاوية دي مع ايه؟ مع الاتجاه الأفقي. ناخد بالنا ان الاتجاه الأفقي هو الخط اللي ماشي مع خط الكراسة، ده اسمه الأفقي. إنما في حين اللي طالع عمودي اسمه الرأسي. يبقى دلوقتي شغلنا الشاغل على الزاوية اللي بيعملها القوة المحصلة مع الاتجاه الأفقي أو الاتجاه اللي ماشي مع خط الكراسة. تمام. فأنا بعمل إيه؟ بقسم القوة اللي عندي دي اللي هي القوة المحصلة إلى جزء هنا بالإضافة إلى جزء هنا، ما ده في الأول والآخر عبارة عن عملية جمع. فنقسمها إزاي؟ طبعا احنا اتفقنا إن احنا شغالين مع الزاوية دي، فبيقول لي الزاوية دي مالها؟ سندة على إيه؟ على الضلع ده، في حين إن الضلع ده بيكون بعيد. في قاعدة أساسية عندك، أساسية، أيا كان موضع الزاوية فين وجيت تحللها لمتجهين أيا كان إيه القيمة اللي عندك، فبيقول لي القاعدة الأساسية إن الضلع اللي الزاوية سند عليه اسمه كوزين على طول، يبقى التاني إيه؟ ساين. يبقى تحليل المتجهات أو تحليل القيمة اللي عندك إن أنا بحلل القيمة لقيمتين، واحدة ساين والتانية كوزين. على أي أساس؟ على أساس الزاوية اللي عندك، الزاوية اللي الضلع سند عليه اسمها كوزين على طول. تمام؟ خلاص. تاني نقطة عندنا هي ضرب المتجهات. طبعا زي ما اتفقنا إن الورق ده كله بنلاقيه على الصفحة. ضرب المتجهات نبقى عارفين في حاجة اسمها ضرب قياسي وضرب اتجاهي. يعني ايه ضرب قياسي وضرب اتجاهي؟ الضرب القياسي عشان نبقى متفقين في البداية كده هو الضرب القيمة بيطلع لي رقم بس، انما الضرب الاتجاهي بيطلع لي من اسمها زيها. يعني ايه ضرب اتجاهي؟ هيطلع لي متجه. خلاص كده تمام. فبيقول الضرب القياسي اللي بيفرق بينه العملية دوت. مش احنا لما بنيجي نضرب رقمين في بعض بنكتب مثلا 2.8 ب16، اهي الدوت دي معناها ضرب قياسي، يعني انا بشتغل على القيمة فقط، يطلع لي قيمة رقم عدد بس. دلوقتي بقى لو جيت واشتغلت على الضرب القياسي لمتجهين، متجهين يعني في اتجاه، فيكون الضرب القياسي للمتجهين ازاي؟ قال لي هو مقدار المتجه الأول دوت مقدار المتجه التاني كوزين سيتا. وزي ما اتفقنا هي السيتا بقى هنا ايه؟ السيتا دي غير السيتا بتاعة تحليل المتجهات. سيتا دي هي الزاوية المحصورة ما بين المتجهين، بفرض ان انا عندي هنا ده المتجه A وهنا كده المتجه B، ده فرض. والزاوية هنا سيتا دي زاوية ليست قائمة. تمام؟ خلاص كده. فبيقول لي انا عايزة الضرب القياسي. الضرب القياسي يعني انا هنجيب المتجه اهو دوت، اتفقنا ان دوت دي بتفهمنا ان ده ضرب قياسي. بي ده كده المتجه التاني. يبقى قال لك الضرب ده بيتم ازاي؟ قيمة المتجه الأول، واتفقنا إن ال A دي بترمز إلى القيمة فقط، دوت ال B هنا برضو للقيمة الرقمية فقط، كوزين سيتا اللي عندك. تمام؟ سيتا هنا هي الزاوية المحصورة ما بين المتجه A والمتجه B. تمام؟ تمام. بعد كده احنا عارفين إن الكوزين بتبقى أكبر قيمة أمتى؟ لما تكون صفر. لو جبت الآلة دلوقتي وكتبت كوزين صفر هتلاقيها بتديلك 1، واحنا عارفين ان كل لما الصفر بتتجه لل90 هنا كوزين صفر بكام؟ ب1، وكوزين 90 بكام؟ ب0. تمام؟ فما بينهما هيبقى منحصر ما بين الواحد والصفر. خلاص كده؟ يبقى أقصى قيمة هتكون فين؟ عند الواحد الصحيح. دلوقتي لما أقول 10 في 1 بكام؟ ب10، في حين ان انا لو قلت 10 في نص بكام؟ ب5. 10 في 2/10 بكام؟ ب2. و10 في صفر في 0 بكام؟ ب0. هنلاقي ان الرقم عندي الرقم الصحيح اندرج من 10 ل5 ل2 ل0. يبقى دلوقتي بيقول لي بقى اقصى قيمة هتكون امتى؟ في حالة التوازي. وعشان ما يتلبخش هنكتب عندنا، احنا عرفنا ايه الضرب القياسي فيها كوزين، يبقى نشوف الكوزين ب1 امتى؟ هنلاقيها ب0. طب الصفر ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش زاوية ما بين المتجهين. طب معنى ان مفيش زاوية ما بين المتجهين يبقى الضلعين
متوازيين او منطبقين، مفيش زاويه محصوره ما بينهم. خلاص كده، يبقى الضرب القياسي بيكون اقصى قيمه له امتى؟ لما تكون الزاويه ما بين المتجهين بتساوي صفر بمعنى التوازي او الانطباق. ده كده تمام. طيب هو هتكون بتساوي صفر امتى؟ هتكون بتساوي صفر لما نيجي نكتب كوزين 90 يعني لما يكونوا الضلعين ما بينهم زاوية مقدارها 90 درجة. بمعنى ايه؟ لو انت دلوقتي كتبت برضو كوزين 90 هيطلع لك بزيرو، زي ما احنا متفقين ان اي رقم في الكون في صفر بصفر. يبقى دلوقتي عرفنا الضرب القياسي هو دوت، وفي الاخر الناتج النهائي بتكون قيمة وخلاص. وعرفنا ان بيكون اقصى قيمة لما الكوزين بتساوي واحد. الكوزين بتساوي واحد امتى؟ لما الزاوية بتساوي صفر. والزاوية بتساوي صفر امتى؟ لما يكون الاتنين متوازيين. خلاص كده. طيب الكوزين بتساوي صفر قيمتها كلها على بعضها بتساوي صفر امتى؟ لما الاتنين يبقوا متعامدين، يعني الزاوية ما بينهم 90 درجة. نيجي بقى لنقطة الضرب الاتجاهي. الضرب الاتجاهي هو عبارة عن ضرب متجهين، تمام؟ العلامة ما بينهم، فرض ان انا قلت المتجه A والمتجه B، تمام؟ العلامة ما بينهم دي اسمها كروس. الكروس ده المفروض بيطلع لي هنا ناتج، ابقى عارفة ان الناتج ده عبارة عن متجه تالت مختلف عن A ومختلف عن B. طيب انا هحدد المتجه ازاي؟ بفرض ان انا عندي هنا كده المتجه A وعندي هنا كده المتجه B وما بينهم زاوية مقدارها سيتا. خلاص، فانا عارفة ان السي دي اللي هي المفروض هيبقى كمحصلة ليها. السي عبارة عن حاصل الضرب الاتجاهي المتجه A في المتجه B، تمام؟ فبيقول لي انا لو انا عايزة المقدار ده كده هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن قيمة A اللي هي A دوت B ساين سيتا. كل الكلام ده عبارة عن مقدار في ان كمتجه. ناخد بالنا، يبقى هنا اللي بيفصل لي ده من الضرب القياسي هو ان ايه؟ المتجه. وبالتالي ده لما يبقى رقم مثلا 15 ان ده يعني متجه وحدة، ممكن يبقى شرق غرب شمال جنوب وهكذا. وبيقول لي سيتا، ناخد بالنا ان دي الزاوية المحصورة بين المتجهين. نبقى واخدين بالنا ان انا عندي ساين سيتا. ساين سيتا دي ممكن تبدأ من الصفر وتنتهي عند 180 عادي، مفيش أي مشاكل. ليه أنا قلت 180؟ لأن الزاوية بين المتجه ممكن تكون كده أو 90 أو 180. لو جينا بقى المتجه التاني ده حود لأسفل يعني بقى كده، فالزاوية هنا هنلاقيها رجعت للرنج اللي هو أسفل من 180. فيبقى عندي رنج السيتا ما بين الصفر لأقصى حاجة ل 180. وابقى عارفة إن ساين سيتا بتساوي لي زيرو في حالة ايه؟ في حالة ان السيتا بتساوي زيرو اساسا، دي السيتا، او السيتا بتساوي كام؟ 180. ناخد بالنا من النقطة دي كويس. يبقى امتى الضرب الاتجاهي بيساوي صفر؟ في حالة ان الزاوية ما بين المتجهين بتساوي صفر، يعني الاتنين ايه؟ متوازيين، او الاتنين يعتبروا منطبقين على بعض بس الاتجاه عندي هنا ايه؟ مختلف. طيب انا عايزة السيتا تكون اكبر ما يمكن. هيكون الكلام ده امتى؟ لما الساين سيتا بتساوي كام؟ السيتا هنا بكام؟ ب90. لما الساين 90 تبقى عندي، يبقى على طول المقدار ده بكام؟ بواحد. وزي ما اتفقنا في الشرح ان قيم الساين والكوزين مالها بتنحصر ما بين الصفر للواحد. الصفر يعتبر اقل قيمة والواحد اكبر قيمة، وما بينهم يعتبر ايه؟ قصور، فبالتالي بيديني قيم اقل من قيم الواحد. في حالة بقى ان هو جاب لي الضرب الاتجاهي وقال لي حددي لي الاتجاه بتاع الضرب الاتجاهي التالت ده ازاي؟ بمعنى ان انا هنا دلوقتي عندي ده B وعندي هنا A. المفروض ان بضرب ايه؟ بضرب A كروس B، تمام؟ هعمل ايه؟ بوقف ايدي كده، بخلي هنا كده على A على اول متجه واحوده ناحية المتجه التاني، فيبقى الاتجاه لفين؟ لأعلى. دلوقتي انا هحط ايدي على المتجه الاول. هنا اول متجه ايه اهي، تمام اهي. خلاص، بعد كده اهي، بعد كده هحودها ناحيه المتجه التاني اللي هي B، تمام. خلاص، شايفين ايدي رايحه فين؟ رايحه جايه كده. طب واتجاه القلم لفين؟ لاعلى. يبقى على طول الان هنا تكون لايه؟ شمال. يبقى الان هتكون شمال لان المتجه كده فين؟ لاعلى. هنا نلاحظ ان المتجه هنا قيمته فين؟ لاعلى، تمام كده. طيب في حالة مثلا ان انا عندي البي راحة للA، هعمل ايه؟ اتفقنا ان انا بقف كده، صح؟ بقف هنا كده. طيب لما اقف كده هلاقي ان المفروض ان ده اللف كده ايه؟ هيبقى العكس، فبالتالي هقف بالايه؟
بالعكس كده، بحيث ان انا وقفت كده وبلف ناحيه ايه المتجه المفروض ان انا بضرب فيه، فيكون اتجاه القلم فين؟ لاسفل. خلاص كده. يبقى قاعده اليد اليمنى بعملها ازاي؟ بجيب ايدي اليمين واقف على اول متجه هو جابهولي، اقف كده والكفه دي تكون ناحيه المتجه اللي انا بضرب فيه. هنا كانت الكفه كده وانا بتحرك ناحيه المتجه اللي انا بضرب فيه. طيب هنا لما اجي اضرب البي في الايه، فالكفه هنا الدوران هيبقى العكس، فبالتالي لازم هقلب ايدي والدوران هيبقى ناحيه الايه المتجه اللي بيتضرب فيه. خلاص كده تمام. المره اللي فاتت قلنا ان الاي دوت البي بتساوي البي دوت الاي، وقلنا ان الضرب القياسي عمليه ابداليه، ولكن ناخد بالنا ان الضرب الاتجاهي ليس عمليه ايه ابداليه. الاي كروس البي لا تساوي البي كروس الاي. ناخد بالنا برضو ان الاتنين ده او القيمة دي عشان اجيبها ممكن يبقى سالب الاي كروس البي. السالب لما بيدخل بيغير لي الترتيب بتاع مين؟ بتاع الضرب. يبقى دلوقتي لو انا جيت ضربت ده السالب ده، يبقى نغير الترتيب للضرب الاتجاهي على طول. في معلومة برضو بيقول لي ايه؟ بيتساوى مقدار الضرب القياسي مع مقدار الضرب الاتجاهي امتى؟ في حالة ان الثيتا عبارة عن 45. ناخد بالنا من المعلومة دي كويس جدا علشان هنحتاجها. ليه؟ لان انا عارفة ان ساين 45 هي نفسها كوزين 45. خلاص كده. بيقول الضرب القياسي قلنا ان قيمة عظمى امتى؟ لما الكوزين ثيتا مقدارها كلها على بعضها ايه؟ بواحد. طب الكوزين بمقدار الواحد امتى؟ لما تبقى كوزين الثيتا هنا بكام؟ بزيرو، بصفر. طيب المقدار بيبقى سالب هنا في الحالة دي ايه؟ في الحالة هنا دي عندي 180 الكوزين هنا هيبقى قيمة ايه؟ قيمة سالبة بسالب واحد. ناخد بالنا برضو وان الضرب الاتجاهي قيمة عظمى في حالة ال90 فقط. نيجي بقى للمسائل والحل بتاعها. بيقول لي مثال واحد، لو انا عندي متجهين الايه والبي، الاي ب5 يونت والبي ب10 يونت والزاويه بينهم 60، عايز الضرب القياسي. يبقى الاي دوت البي كوزين 60. المقدار ده بكام؟ الاي ب5 في 10 كوزين ال60 بنص يبقى ب25. طيب الضرب الاتجاهي عايز ايه هنا؟ عايز المقدار. يبقى وحده اليونت دي مش عايزينها خالص، احنا عايزين الناتج كرقم. يبقى الاي كروس البي عباره عن الاي دوت البي ساين ال60. الاي دوت البي بكام؟ ال5 في 10 ب50. ساين ال60 بمقدارها قد ايه؟ جذر 3 على 2. الكلام ده هيطلع لي ب43.3. يبقى الكلام ده هيبقى نمره ألف. بعد كده بيقول لي ماذا لو زادت الزاويه بين المتجهين بمقدار 30؟ يعني ايه؟ الزاويه كانت 60 هتزيد بمقدار 30 يبقى الزاويه بينهم كام؟ 90. اي ناتج ضرب المتجهين القياسي ام الاتجاه يصبح صفرا. الصفر اتفقنا اللي هي كوزين كام؟ كوزين 90 قلنا ان ده بكام؟ بزيرو. وقلنا ان الساين 90 المقدار ده بكام؟ بواحد. يبقى الضرب القياسي بيساوي صفر، والضرب الاتجاهي بتساوي قيمة عظمى. بعد كده مثال 2، لو انا عندي مقدار حاصل الضرب الاتجاهي يساوي ضعف حاصل الضرب القياسي، فتكون الزاويه بينهم قد ايه؟ بيقول لي المقدار ذات نفسه، المقدار يعني القيمه بتساوي ضعف حاصل الضرب القياسي. طيب هو قال لي ايه؟ انا عارفه ان مقدار الحاصل الضرب الاتجاهي هو عباره عن ايه دوت بي ساين ثيتا، واحنا عارفين ان ده يعتبر ايه؟ مقدار. طيب اول ما بحط الان دي يبقى كده ايه؟ يبقى كده متجه. يبقى خلاص انا هاخد النقطه دي بتساوي 2 الاي بي كوزين كام؟ كوزين ثيتا. خلاص ده هيروح مع ده، وبعد كده هنوفق الاطراف بحيث ان انا اخلي الاثنين وتان ثيتا بكام؟ ب2. بعد كده انا قدرت اجيب الزاويه ما بين القيمتين. خلاص كده. نيجي بقى اختبر نفسك. عندي متجهين 3 و4 يونت، فاذا كان مقدار حاصل الضرب الاتجاهي لهم 12 عباره عن 3 في 4 ساين ثيتا. خلاص كده. انا عايز الثيتا بكام؟ بقيمتها بواحد. قيمتها بواحد امتى؟ عندما تكون كام؟ 90 درجه. يبقى نمره ج. نمره 2، متجهين من نفس النوع اكس وواي بينهم الزاويه 180. اي العمليات الاتيه لابد ان يكون مقدارها كام؟ مقدارها صفر. انا عارفه ان ال 180 بتبقى صفر امتى؟ في الضرب الاتجاهي. يبقى نمره د. طبعا هنا ده قلنا هتبقى قيمه، تمام. وهنا من نفس النوع، هنا بنجيب ايه؟ على حسب الناتج او على حسب الرسم، ولكن هنا بقى حددها لي فعلا ان هي صفر، واحنا عارفين ان الصفر ده ما بيتمش الا في حاله ايه؟ في حاله الضرب الاتجاهي بس. نيجي بقى المسألة الأولانية لأن هي ما اتشرحتش. أول حاجة بيقول لي اختبر نفسك. أنا عندي المتجهين الإيه والبي، أي الاختيارات يمثل متجه المحصلة. طبعا نمرة د. ليه أنا قلت نمرة د؟
دلوقتي احنا عندنا المتجه بي. طيب مش المربعين دولت انا عليا انقلهم هنا كده، فهيكون نقطة البداية لنقطة النهاية على طول يبقى فين؟ لأعلى، يبقى نمرة د. طيب أنا عندي مثال بيقول لي قوتين إحداهما في الاتجاه الموجب إكس مقدارها 4 والأخرى 3 كما هو موضح. قلنا المحصلة الجذر التربيعي لتربيع الطرفين هيبقى 5، خلاص مفيش مشاكل. وقلنا إن الزاوية عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل مقدارها كام؟ مقدارها 3 والمجاور 4 شيفت تان، وبعد كده هيطلع لي 36 87. بيقول لي بقى إيه اللي هيحصل لو عكسنا اتجاه القوة واي؟ يعني بدل ما يبقى كده هيبقى نازل لتحت كده. هل يتغير مقدار هنا ايه؟ مقدار ده يبقى القيمة ايه؟ القيمة الموجبة. هل يتغير مقدار القوة المحصلة؟ لا. ليه؟ لأن هنا ده هيبقى 3 وهنا ده هيبقى -4، يبقى الاتجاه ده يبقى -4. -4 هل هيحصل له في حاجة؟ لا. في الأول والآخر أنا بجيب التربيع، يبقى الجذر التربيع 3 تربيع زائد -4 تربيع، فالمقدار برضو هيبقى 5. ولكن هنا اللي هيختلف ايه؟ اتجاه القوة المحصلة. المثال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يعبر عن جسم يتأثر بعدة قوى، فتكون القوة المحصلة عبارة عن ايه؟ أولا هنلاقي إن ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، لأن نفس البعد بالنسبة للطرفين. ليه بقى؟ لأن هنا 45 يبقى هنا 45 تمام، وهنا اف وهنا اف، يبقى خلاص مفيش أي مشاكل. هنا هنلاقي إن هنا اف وهنا 1.5، يبقى المحصلة النهائية نص اف في اتجاه في اتجاه الغرب. خلاص كده. بيقول لي ماذا لو كانت القوة المؤثرة في اتجاه الشمال؟ فين الشمال؟ اللي هو ده 1.5 اف. هيكون الوضع ازاي؟ اولا ده وده ولا كأنهم موجودين، يبقى انا هنا هيبقى 1.5 اف، وهنا تحت هنا اف، وهنا كده اف، وهنا كده 1.5 اف. خلاص كده. المحصلة هتكون ايه؟ هتبقى هنا كده نص اف، وهنا كده نص ايه؟ اف. خلاص انا عايزه المحصله يبقى الجذر التربيعي يبقى اف محصله، الجذر التربيعي لنص تربيع زائد نص تربيع، المقدار ده ايه في اف، يعني هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب7/10 اف. نمره 12 بيقول لي اختبر نفسك، الشكل المقابل يعبر عن جسم تأثر عليه 4 قوى، فإن مقدار القوى المحصله. مقدار القوى المحصله احنا بنلاشيهم كلهم مع بعض ونجيب ايه البطبقي. هنا 30 وهنا 60، يبقى بقى لي هنا كام؟ 30. خلاص هنا 20 وهنا 60، يبقى بقى لي هنا كام؟ 40. عايزين المحصله يبقى الجذر 40 تربيع زائد 30 تربيع، الكلام ده بكام؟ ب50 نيوتن. نمره د. بعد كده نمره 13. هنا بقى المساله دي عن تحليل القوه. تحليل القوه يبقى انا المفروض عندي القوه خارجه من نقطه، ان كل القوات تكون متلاقيه في نقطه ما، خارجين كلهم من نفس النقطه، يبقى بالتالي ايه القوه اللي كلها يعتبر خارجه من نفس النقطه دي؟ يبقى اللي هي نمره ب. طب ليه انا قلت كده؟ لان ده يعتبر اهي خلاص دي خارجه من النقطه الاصليه، ودي كذلك، وده بما يعادل او يوازي اللي فوق، يبقى يعتبر كلهم هنا كده خارجين من نفس النقطه، يبقى نمره ب هي الاجابه الصحيحه. طيب بعد كده بيقول لي المثال في الشكل المقابل عند تحليل القوه اف الى مركبتين رئيسيتين، واحده اف واي واف اكس، فان النسبه بين اف اكس الى اف واي هتكون قد ايه؟ اول حاجه اف اكس هنا كوزين 30 على ساين 30. احنا عارفين ان الكوزين بتبقى عند الصفر بكام؟ بواحد، وعارفين ان الساين هتكون ايه هنا؟ بتكون قليله لان هي كده بواحد، يبقى بالتالي كبير على صغير تبقى اكبر من الواحد على طول، يبقى نمره الف من غير اي حساب. ازاي؟ احنا دلوقتي ال30 قريبه لمين؟ قريبه للكوزين، يبقى قيمه الكوزين اكبر من قيمه الساين، لان هي ال30 ايه بعيده عن الساين، يبقى لسه هي في رينج الكام؟ في رينج الصفر. تمام. طالما لم يتعدى ال45 يبقى كده كام؟ تبع الكوزين. بيقول لي لو دارت القوه حول النقطه او، القوه فين؟ القوه اف دي بزاويه 30 درجه في عكس اتجاه عقارب الساعه، هل تظل النسبه اف اكس الى اف واي اكبر من الواحد؟ لا. ليه؟ انا لسه شرحاها. انا دلوقتي هنا دارت في عكس عقارب الساعة، يعني جت كده، فبالتالي هتبقى كام؟ 60. انا هنا خلاص اتعديت ال45. خلاص لما اتعدى ال45 يبقى انا كده اتقربت من الساين، فبالتالي قربت من الواحد وقليت بالنسبة للكوزين. طب الكوزين قليل على كبير، ايه اللي بيحصل؟ اقل من الواحد. في شكل مقابل شخص يسحب حقيبة بقوة 20 بواسطة حبل في اتجاه يصنع 30 مع الأفقي، فإن مركبة القوة مع إكس 20 كوزين 30، الكلام ده هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب17.3 نمرة ج. بعد كده مركبة الواي 20 ساين 30، الكلام ده هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب10، لأن ساين 30 بكام؟ بنص. لاحظوا هنا ايه؟ مع انها نفس القيمة اهي وهي نفس الزاوية 30 اهي، هنلاقي ان الكوزين هنا ايه؟ قيمتها اكبر من قيمة ال10.
خلاص. بيقول لي بقى لو زاد الشخص من الزاوية اللي تصنعها القوة مع الأفق لتصبح 45 أي المركبتين يصبح مقدارها أكبر. طبعا احنا اتفقنا إن أنا عندي الساين والكوزين لما تكون 45 هيكون المقدار إيه؟ 1. فدلوقتي لما أكتب 20 كوزين 45 هي نفسها 20 ساين 45. تمام كده؟ يبقى الاتنين هيكونوا متساويتين. المثال ده حلو وشارحين مثال زيه في أسئلة الوافي هتلاقوها على القناة. مثال 3 بيقول لي شكل مقابل يمثل حركة حسين وعمر من نفس نقطة البداية. طيب أنا دلوقتي هو جاب لي الملعب بالنسبة للنقطة دي، أنا ممكن هحسبها لو أنا عايزة النقطة دي للنقطة دي. أنا عارفة إن المستطيل كله ضلعين متقابلين متساويين في القياس، فأنا أقدر أجيب القياس ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للقياس الكوزين. طيب وبالنسبة ده هقدر أجيبه بالنسبة لقياس إيه؟ بالنسبة لقياس الساين سيتا أو للواي. خلاص كده ومفيش أي مشاكل، إحنا عملية حساب وخلاص. طيب في بقى مسألة في الوافي عن طريق الدايرة، شوفوها. نمرة 14 لو أنا عندي شخص عمل إزاحة مقدارها 3.1 كيلومتر شمال غربي، فين الشمال والغرب أهو خلاص. كما بالشكل مقابل فإن المسافة التي كان يجب أن يتحرك الشخص من نفس نقطة البداية شمالا وغربا ليصل إلى وجهته بتساوي قد إيه؟ هنحل مسألة زي دي ازاي؟ دلوقتي هو جاب لي ان الزاوية هنا 45، انا شغل الشاغل على واي واكس. تمام؟ انا عايزة اكون شمال وغرب. فين البارت ده؟ البارت ده اهو اللي هو الجزء ده. خلاص. طيب هو جاب لي هنا القوة 3.1 وقال لي ان الزاوية دي كلها على بعضها 155، هنشيل منها 90 يبقى بقى لي كام؟ 65. طيب هل اقدر ان انا اجيب الزاوية دي واوزعها؟ ممكن، او ان انا هاخد الزاويه دي وزي ما اتفقنا ان الضلع اللي الزاويه ساندة عليه طالما انا عندي زاويه محصوره بين قوتين متعامدتين الضلع اللي الزاويه ساندة عليه على طول يبقى ده ايه؟ كوزين، والتاني يبقى ساين. طيب يبقى 3.1 كوزين 65 وهنا 3.1 ساين 65 هنلاقيها نمره ج هي الاجابه الصحيحه. تمام. نمره 2 عندي سياره قطعت 100 متر في اتجاه الشرق ثم 200 متر في اتجاه الشمال الغربي بزاوية 45، فيكون مقدار الإزاحة الكلية للسيارة هو عبارة عن نمرة ج برضو 147 متر. جت بقى ازاي؟ أولا أنا هكتب شمال جنوب، هنا شرق وهنا غرب. خلاص. هي قطعت 100 متر في اتجاه الشرق، أنا مشيت في اتجاه الشرق كام متر؟ 100. ثم في اتجاه الشمال الغربي، فين الشمال الغربي؟ كده مقدار كام؟ مقدار 200 متر بزاوية 45، هنا كده زاوية 45، فيكون مقدار الإزاحة الكلية للسيارة هو تقريبا قد إيه؟ خلاص كده تمام. أنا عندي 100 وبعدين 200، أنا عايزة الإزاحة الكلية من نقطة البداية لنقطة النهاية هتكون قد إيه؟ يا ترى هجيب المقدار ده إزاي؟ أنا هسقط هنا بزاوية مقدارها كام؟ 90 درجة على المقدار ده، فلما ده يبقى 45 ده 90 يبقى ده كام؟ 45 يبقى الضلع ده هو نفسه الضلع ده. أنا عارفة من ده 100 وده مش عارفاه. خلاص. أنا دلوقتي هناخد المثلث ده كده الوتر اللي قصاد كام؟ اللي قصاد الزاوية القائمة يعتبر إيه؟ وتر على طول، يبقى ده كده الوتر، وهنا 45 وهنا 45 والوتر عبارة عن 100. خلاص تمام. أنا عارفة إن المقابل على الوتر عبارة عن ساين 45 عبارة عن المقابل اللي هو إكس على الوتر اللي هو 100، يبقى إذا إكس عبارة عن 100 ساين كام؟ 45. المقدار ده بيساوي يطلع لي ب70.7 سنتيمتر. خلاص كده مفيش أي مشاكل هنا، يبقى ده 70.7 وده كمان 70.7 لأن ده يعتبر إيه؟ مثلث متساوي الساقين عند 45 و45. تمام. طيب أنا هنا لما أجي بقى آخد المثلث ده هيكون الضلع هنا كام؟ 70.7. ده بقى هل هيبقى 200؟ لأ، ده هو طرح 200 من 70.7. طيب طرح 200 من 70.7 200 ناقص 70.7 يطلع لي 129.3. خلاص ده يعتبر ضلع وده يعتبر ضلع، والإزاحة هنا يعتبر الوتر، يبقى الجذر التربيعي ل129.3 زائد 70.7 الكل تربيع للطرفين هيطلع لي 147.63. هنلاقي ان الكلام ده تقريبا نمرة ج.
نيجي بقى لمثال واحد. عندي المتجهين E و B الزاوية بينهم سيتا، فإذا كان ناتج الضرب المتجهين يكون له أكبر قيمة لو كانت سيتا عبارة عن E. طيب احنا زي ما اتفقنا ان الضرب القياسي يبقى كوزين، كل ما الكوزين تقل كل ما الضرب هيكون ايه اكبر، فبالتالي هيبقى 30 على طول. بيقول لي لو كانت الزاوية بين المتجهين 45 تمام، ودار أحد المتجهين بزاوية فاي، فقل حاصل الضرب القياسي لهما للنص، فما قيمة الزاوية فاي هيكون قد ايه؟ مفتاح الحل عندنا اللي هو الضرب القياسي. تمام. طب الضرب القياسي بيتم ازاي؟ ان ال A ضد ال B عبارة عن ال AB كوزين سيتا. خلاص كده تمام. اول حالة عندي قال لي ان ال A ضد ال B عبارة عن AB كوزين سيتا واحد، ده في حالة ايه؟ ان السيتا هنا سيتا واحد اللي هي 45. طيب الحالة التانية ال A ضد ال B هنا نيو ودي نيو عبارة عن AB كوزين سيتا 2. تمام كده؟ تمام. بيقول لي ان المقدار حاصل الضرب ده هيقل للنص بفرض ان ده اكس، فالتاني هيبقى كام؟ نص اكس. وطالما انا عايزه اتخلص من عناصر متشابهه بعمل عمليه تناسب، يبقى A B كوزين سيتا واحد على ال AB كوزين سيتا 2، ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، يبقى انا عندي الكوزين سيتا واحد على الكوزين سيتا 2 بتساوي كام؟ بتساوي 2. خلاص كده تمام. انا عارفه ان كوزين سيتا واحد اللي هو كوزين 45 على كوزين سيتا 2، الكلام ده بكام؟ ب2. هنبدل اماكن، ده هيطلع فوق وده هينزل تحت، يبقى انا عندي كوزين سيتا 2 عباره عن كوزين 45 على 2. شفت كوزين المقدار اللي طلع لي ده، يبقى السيتا 2 هتطلع لي بقد ايه بقى؟ هتطلع لي ب69 و29 درجة. طيب انا عارفة ان الفاي 2 دي عبارة عن 45 زائد مقدار الفاي الزيادة. طب انا عايزة مقدار الفاي، يبقى هنودي ده الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى 69 و29% ناقص ال 45، يبقى الفاي هيطلع لي ب24 و29% درجة. بعد كده مثال 2. متجهين ال A وال B مقدارها 3 يونت و4 يونت على الترتيب، وناتج الضرب القياسي اللي هم 12، فإن الزاوية بين المتجهين هيبقى ايه؟ 3 في 12، يبقى الكوزين عندي هنا بواحد. مقدار الكوزين بيبقى قيمة عظمى امتى؟ لما بيبقى بصفر. طيب بيقول لي ناتج الضرب هنا ظهر لي سالب، احنا زي ما اتفقنا في الشرح هيبقى 180 درجة. كوزين 180 بكام؟ بسالب 1. متجهين ال A وال B المركبة الأفقية لإيه؟ لهما على الترتيب اللي هي 2 يونت وسالب 1، يبقى دي مركبة ال A الأفقية ومركبة ال B الأفقية، دي بالنسبة لإيه؟ لإكس. والرأسية ده ال A وده البي، ده بالنسبة برضو لواي. طيب على الترتيب ناتج الضرب القياسي المتجهين 4 يونت، فما الزاوية المحصورة؟ طبعا احنا هنجيب الاي وبعد كده هنجيب البي، يعني هو جابها لي فك وانا ايه هجمعهم. عندي هنا 3 و2، 2 تربيع و3 تربيع يبقى جذر 13. طيب هنا البي الجذر اللي البي اكس تربيع وسالب 1 تربيع و2 تربيع يبقى جذر 5. هجيب اللي هو ايه بقى؟ الضرب القياسي واضرب طبيعي، عايز الزاويه يبقى شفت كوزين المجموع. طيب بعد كده بيقول لي لو ظلت المركبه الافقيه المتجهين ثابته، فين المركبه الافقيه؟ اللي هي الاي وهنا البي، هنا اكس كده، هنا هتبقى 2 وسالب 1، وتغيرت المركبه الرئيسيه فاصبحت 2 يونت وسالب 2، يعني هنا 2 وهنا سالب 1 على الترتيب. ناتج الضرب القياسي للمتجهين طالما لم يذكر اي تغير في الزاويه يبقى الزاويه عندي اللي انا جبتها ثابته، يبقى هنا كده الاي عباره عن الجذر 2 تربيع ب4 و2 تربيع ب4 بكام؟ ب8. 8 اللي هي 2 جذر كام؟ جذر 2. طيب والبي عبارة عن الجذر التربيع 1 تربيع زائد 1 للتربيع يبقى جذر 2 وكوزين 60. تمام كده؟ تمام. أنا عندي هنا هاجي أضرب ضرب قياسي، يبقى المتجه A ضد المتجه B عبارة عن 2 جذر 2، ده قيمة إيه؟ ال A في جذر 2، جذر 2 في جذر 2 بكام؟ ب2، يبقى الكلام ده ب4. كوزين ال 60، كوزين ال 60 بكام؟ بنص، يبقى كده المقدار ده بكام؟ ب2. تمام؟ نمرة 15. عندي متجهين اكس وواي من نفس النوع مقدارهم 3 و4 على الترتيب ومقدار المحصلة 5 يونت، فإن ناتج الضرب القياسي لهذين المتجهين هيبقى قد إيه؟ هنا عندي المقدار 3 والمقدار كام؟ 4، أدا 3 وده ال4. تمام؟ قال لي مقدار المحصلة ما بينهم كام؟ 5.
فبالتالي الزاوية ما بين القوتين عبارة عن كام؟ عبارة عن 90، واحنا عارفين ان الضرب القياسي بيتساوي صفر عندما تكون الزاوية ما بينهم كام؟ 90 درجة. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة.